السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن حاجة تفيدك انت كمبرمج، ولو انت شغال مع تيم هتسهل عليك وعلى التيم اللي انت شغال معاه الكود اللي انت كاتبه، ولو حد من التيم كاتب كود معين هتساعدك انت انك تفهم الكود ده بيعمل ايه، وهي الكومنت. نعمل علامة الأصغر منه، بعد كده علامة التعجب، بعد كده شرطتين، وبعد كده هو كملهم لوحده، نمسح دول التاني، وبعد كده بتكتب الكلام اللي انت عايز تكتبه عشان تفهم نفسك بعد كده لما تيجي تقرا الكود اللي انت كتبته ده تاني. ايا كان الكود، هو كود بيعمل مثلا عملية معينة، انت دلوقتي فاهم الكود ده بيعمل ايه، بس لو بعد فترة جيت انك تقرا الكود ده تاني مش هتبقى فاهم هو بيعمل ايه. فبالتالي احنا عاملين كومنت. الكومنت ده هو مجرد تعليق انت بتكتبه في الفايل بتاعك، ايا كان فايل HTML هتعمل فيه كومنت، فايل CSS، فايل جافا سكريبت، ايا كان انت بتكتب كود ايه هتعمل كومنت على كل جزء معين من الكود انت عايز تفهم بعد كده الكود ده بيعمل ايه. هنا مثلا انا كاتب هنا كذا، كاتب هنا الاتش وكاتب هنا باراجراف، فممكن اكتب مثلا آه that is the main text ايا كان، وبعد كده بعمل شرطتين كمان وعلامة الأكبر من، كده قفلت الكومنت. هل الكومنت ده هيظهر عندي في البيج؟ مش هيظهر ولا أكني كتبت أي حاجة، ده مجرد كومنت أنا بعمله لنفسي. بعد كده لو جيت أفتح الفايل بتاع ال HTML ده، أنا مش فاهم أنا كاتب إيه أو كاتب ده ليه، أو كنت بعمل الكلام ده ليه أصلا، هنسى. بالتالي الكومنت لما أجي أقراه هفتكر بقى أنا كنت كاتب ال H ده لكذا، وكنت كاتب الباراجراف ده لكذا. الكومنت أنت ممكن تكتب فيه عربي كمان عشان بعد كده يسهل عليك الدنيا أكتر. لو أنت مش حابب تكتب إنجليزي فأنت تكتب اللي أنت عايزه. بعد كده لما تيجي تقرا بقى هتلاقي نفسك كومنت ده المين تكست اللي انا كنت كاتبه عشان كذا وكذا وكذا. فهتلاقي نفسك فهمت الكود ده كان مكتوب ليه. ولو انت برضو كاتب كود والتيم اللي انت شغال معاهم في الشركة دخلوا يشوفوا الكود اللي انت كاتبه، فهيلاقوا الكومنت اللي انت عامله هيفهمهم انت كاتب الكود ده بيعمل ايه، فبالتالي هيسهل الشغل عليك وعلى التيم اللي معاك. حلو. فالكومنت بكل بساطة هو مجرد حاجة بتكتبها، مش هتظهر عندك في الويب سايت خالص، مش هتظهر عندك في أي مكان، دي مجرد حاجة بتسهل عليك الدنيا. وهي طبعا كل الديفلوبر بيستخدموها في الكود بتاعهم، فدي حاجة مهمة ليك وللتيم. مش هتظهر عندك، مش هتظهر لليوزرز، دي مجرد حاجة ليك انت شخصيا، فيفضل انك تستخدمها دايما. وطبعا بيكون ليها شكل مختلف في CSS وشكل مختلف برضو في الجافا سكريبت، بس ده شكلها المؤقت في ال HTML. عشان تكتب كومنت بتعمل علامة، تاني علامة الأصغر من، وبعد كده علامة التعجب، وبعد كده شرطتين، وهتلاقي هتلاقي فيجوال ستوديو كود بيكملهولك تلقائيا، وتكتب عندك أيا كان الكلام اللي أنت عايز تكتبه سواء بالعربي أو الإنجليزي. وبس كده، ده كان الكومنت وإزاي تعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.